عدنا. طيب، فهنا يا دكتور عوره، انت هنا بتكلمنا في بدايه الحديث، قلت لنا صورتنا الذاتيه عن نفسنا. الصوره الذاتيه دي يا فندم لو شرحتها كده هتلاقيها كانت افكار، رمت شويه معتقدات، المعتقدات كونت سلوكيات، بس كده. فبقى يا اما بعمل سلوك بهرب منه من الصوره اللي انا رسمتها، وبالتالي بترفلكت او بيتم اسقاطها على الحديث الذاتي اللي بيتقال دايما، فاصلا بقى مش بس راسخ، ده بقى لازق. بص بجله مش هيطلع. هات بقى كل هذا الكلام وروح خد قرار مهني ما، قرار زواج ما، قرار سفر، قرار ترقية، قرار هجرة، قرار خلفة، قرار تعليم، قرار أي حاجة. يلا خد قرار يلا. فنتفاجئ لما كنا نتعلم ايموشنال انتليجنس او الذكاء العاطفي، كان يقولوا لنا ايه بقى؟ ان 99% من قراراتنا الحالية جذورها تكمن في 7 سنين تربية. يا دي النهار الابيض، يعني كل الهبل اللي انا عايش فيه ده وكل العبث اللي انا باخده ده، سواء بقى كلية ولا جامعة ولا شركة ولا جواز، من وانا طفل. طب ما دي حاجة حزينة جدا يا دكتور، انت كده بتحبطنا. لا طبعا، ما هو ايه بقى في اللي اتحكى ده قادر للتعديل وقابل للتغيير وقابل للموديفيكيشنز؟ خليني بقى انا اسالكم السؤال ده وانتوا شاركوني كده في الشات. من وجهة نظركم، احنا عددنا شوية حاجات بيكونوا المعتقد والتصرف: موقف، بوابة بتترجم الحاجات اللي جوه، مخ، قلب، جهاز عصبي وهرمونات، ردة فعل او اكشن، قرار decision او باترن، ومعتقد. شايف من وجهة نظرك ايه اللي يقدر يشتغل، ايه اللي نقدر نعدله من التمانية، ايه اللي نقدر نغيره، ايه اللي في ايدينا كنترول نقدر ان احنا نعدل فيه، نصحح فيه، نلعب فيه؟ ايه؟ شاركوني كده في الشات. لا في الشات يعني المايك خلوه دلوقتي. مشاعر، طريقة تفكيرنا، العقل، طريقة المعالجة، البوابة، تمنع الحاجة نوصل لحاجة، الفكرة، منة الله، الفكرة. طب تعالى نشرحه. انت عندك موقف، الموقف ده في المحيط. ستيفن كوفي في كتابه The 7 Habits of Highly Effective People، العادات السبع للناس الأكثر فعالية، قال لك انت عندك دايرتين: سيركل اوف انفلونس يعني دايره التاثير، ودايره الاهتمام سيركل اوف انفلونس، سيركل اوف كونسيرن. ايه اللي تقدر تلعب فيه؟ انا مهتم ان الدولار ينزل والذهب. هتعرف تعمل حاجه؟ لا، يبقى مش بتاعتي. بس انا اقدر اعمل ايه في مصاريفي وفي دخلي وفي مهاراتي؟ يبقى تعالى نشتغل على ده. فقال لك والله المواقف في الحياه بره عني، انا مش هتحكم في الناس تعمل ايه وما تعملش ايه، مش هتحكم في الناس تقول ايه وما تقولش ايه، مش هتحكم في الظروف تبقى معايا ولا ضدي، دي اوت اوف ماي كنترول، انا لا اسال عليها، انا لا احاسب، انا محدش يقول انت هي الناس عملت كده ليه. لكن الموقف ده لما بيحصل، في نضاره شافته ترجمتها لحاجه، اقفش البوابه من الاول. احنا مش هنستنى خناقه تتم من الاول. طب يا دكتور ماشي، ما هو موقف اتعمل، هقفل البوابه ازاي؟ هو مش بمزاجي. لا، اصبر اصبر. لو في الموقف بتاع الميت ده وانا بقول سلام عليكم لقيت الاجانب عملوا بتاع، هو في حل تاني كنت ممكن اعمله غير ان انا اقوم قافش وقافل المايك والبتاع واطلع اجري؟ يا ده في 7000 حلول. بس مين هنا بقى بيغير الحلول دي؟ اللي كان فكره لابس نظاره بقاله فتره بيبراكتس نفسه عليه. يعني هذا يا جماعه بتحصل. مين اللي حط اللينك على البتاع؟ ما تطلعوا هزار بقى وتقعدوا تهزروا وتهنبكوا ايطاليا وفرنسا وبمنتهى البساطه جدا طلعنا الناس، عملنا بان ميوت مش عارف ايه، وتعالى نرجع. هل ده ما وترنيش؟ اكيد وترني. هل ده ما حرقليش اعصابي؟ حرق لي اعصابي. هل ده
ما طيرش الكلام من دماغي، طير الكلام من دماغي. هل بس احنا عملنا ايه؟ واجهناه. تعالى يا معلم، هتعمل ايه في ده؟ اصل I have this movie before. فلما عودنا المخ يترجم الافكار لرياليتي، الموضوع بقى مظبوط، مش بتوقعات انا اشرح بقى بخيالي واصرخ. فيا جماعه، هو مين عمل اللينك؟ السؤال بص كانه عمل ايه؟ جاب الموقف رده تاني، مش هدخله، انا هوقفه هنا، لان انا صورتي الذاتيه عن نفسي اللي اتكونت ملهاش علاقه باللي حصل في الميت. طب وانا مالي؟ انا مالي ان في اجانب دخلت بوظت الروم؟ يعني انا ذنبي ايه؟ هل ده في المانوال؟ هل ده في المنهج؟ نازل في الكونتنت؟ جاي في الكتالوج؟ لا. فانا مال انا مال انا. فالرد الفعل على اللي حصل اعتبره قدر. الرياكشن بقى اختيار، هعمل ايه فيه؟ هفريز ولا هفايت ولا فلايت؟ هتجمد ولا واجه ولا اهرب؟ دول التلاتة اف اللي دايما بيقفوا في البوابة اللي بتترجم الموقف انه يخش جوه. فير، فلايت، اور فريز. يا اما يهرب، يا اما يتجمد، يا اما يواجه. اختار انت بقى. طب مين بيعرف يختار التلاتة؟ اللي بيمرن العضلة دي على مدار يومه وشهره وسنته. انه استنى، حصل موقف، استنى، هنعمل ايه في ده؟ اتكلم، هنعمل ايه؟ قبل ما يتحول لصوت ومعتقدات ومشاعر وتتربط. طب ما انا من الاول كده اكسر الفلو وابوظ لها خلوتها دي واعرف هعمل ايه. يبقى كده الموقف، السيتويشن، انا مش هعرف العب فيه. يبقى رقم واحد الجيت، البوابه. قبل ما يدخل نسال، هو ايه يا جماعه؟ ده ليه؟ ده ايه اللي حصل؟ طب ازاي نعرف نعمله؟ رياكشن. طب كمل. وانس افترض انها عدت من البوابه واترمت على مخي فكره. الفكره بقى دي لما بتتكلم جوه مع نفسها، صاحب المخ بيعمل ايه؟ بيسيبها تتوغل وتكبر، ولا بيقوم قايل ايه؟ هو انا ممكن اعمل سيرفي كده على الفيسبوك واسال الناس، هو انتوا اتضايقتوا لما انا قفلت الزوم؟ طب معلش انا بعتذر، ممكن نعمل روم تاني بس هخلي بالي. راح موقفها عند الافكار. ليه؟ عشان ما تكملش. ما هو انا عايز ابوظ الباترن، مش عايزها توصل للبليف. فبعمل ايه؟ اي محطه بقف ابص عليها قادر اتدخل هتدخل. طيب بعد السؤال، لا والله يا دكتور بتحصل طبعا، ما فيش اي حاجه، انت كبرت الموضوع والله، ولا اي حاجه، مش ذنبك يعني، احنا عارفين ده. ايه ده؟ يعني الموضوع ما طلعش صعب وفي وش انا؟ لا اصلا. طب انت ذنبك ايه؟ يا نهار ابيض، يعني لو كنت سالت من الاول ما كنتش هوصل لهنا. ايوه بس حضرتك قفلت ومشيت، احنا ما فهمناش ده ايه. يبقى ده غلطي. ايه يا جماعه، وانا ما حصلش حاجه يعني؟ بتحصل ساعات. طيب، افكار، مشاعر. المشاعر اللي القت في صدري وفي قلبي وفي روحي دي، ومتوتر وخايف وقلقان، هل وقفت وقلت ثواني، هو ايه سبب التوتر؟ هل انا توترت عشان اتعمل حاجه انا مش عامل حسابها؟ طب انا ايه ممكن اعمله يخلي المره الجايه الاجانب دول ما تخشش؟ فالمره اللي فاتت دخلوا 30 وانتشروا، النهارده دخلوا 4 وقفلناهم ما جوش تاني. يبقى في بروجريس، في نجاح اهو. طيب ممكن نقول للناس يا جماعه بعد اذنكم ما حدش يشير اللينكات في اماكن مختلفه؟ ممكن. طيب ايه تاني مخوفني؟ ان صورتي قدام الناس تتهز. لا بس انت بقالك سنين مع الناس والناس عارفاك واشتغلنا قبل كده مع بعض، وايه يعني حصل؟ ما احنا بشر، تقبل بشريتك يا عم عوره وفي الفري وانبسط، والناس يعني ما بتعلقش حبل المشنقه وهتنسى يعني. طيب ايه تاني؟ ان انا نسيت الكلام. انت اصلا ما كنت، انت كنت رايح تدردش معاهم في حاجات بسيطه في الوعي، انت اصلا بتقول الكلام على طول وده تصميم شغلك، فربنا هيكرم ان شاء الله والفلو هيجي ومن كلام الناس هتفتكر. بص انا بعمل ايه؟ انا خليت الشخصين اللي جوه اللي كانوا بيتكلموا على نفسه، واحد يتنحى ودخلت انا مكاني. بدل ما كان ماشي على الاوتو بايلوت السب كونشس، لا ثواني يا رجاله كده، الحديث ده يلزمني، انا اللي هتكلم من النهارده، مفيش كلام، انا الكلام. فرفعت لهم كده حق الفيتو، انا مش موافق. طيب يبقى البوابه، الافكار، المشاعر بالسؤال اتحولت لكيمياء ما مش هقدر اغير فيها والله، ما انا قفشتها بقى قبل هنا دي. طيب انا خفت وقلقت والادرينالين ده مالى جسمي كله، اعمل ايه في اللي جاي؟ هل ده هيخليني احبط واتصبت وارجع، ولا دفعه للمره اللي جايه؟ طب والله العظيم المره الجايه هخلي بالي، وانا هفضل قاعد في الروم مش هدخل في حته، وافضل انضف الناس لحد ما الناس تخش. فتحول رياكشن ايجابي. في اللقطه دي العلماء بقى يقولوا لك ايه؟
بدل ما كان هو limiting belief مخليك تاخد قرار تطلع بره وما تشتغلش اونلاين تاني، تحول الى empowering belief بيدفعك تاخد نفس الاكشن اللي كنت خايف منه قبل كده، بس بالمايند سيت الجديده، الكونشس مايند مش السب كونشس مايند. انت كده نقلت بقى الحاجات اللي كانت مدفونه تحت السجاده وتحت التراب في النور. تعالى الرجاله كده، هو الكلام على ايه؟ احنا بنعمل كده ليه اصلا؟ طب الحاجات دي جت منين؟ نتعارض الكلام انت بتقوله ده في مجرد تانية غير مجرتنا. الكلام ده ما ازاي يعني؟ انا مالي؟ الحاجات دي بتتعمل، انت جاي انت بتقول كلام كتب بقى وحاجات دي في حد ذاتها limiting belief، ده في حد ذاته بارير، ده في حد ذاته سيلف توك نيجاتيف، ده في حد ذاته عدم قبول اي فكره بتضاد الفكره اللي انت متخيل انها قوانين العالم، وده اصلا ضد اللي انا كنت لسه بحكيه. انت حتى مش صابر تهضم الكونسبت. ليتس تراي، ما تيجي نجرب، ما يجاز الكلام ده يطلع فعلا ولا احنا ايه؟ صح ولا ايه؟ بالظبط، الله يفتح عليكم. في كومنتس هنا جميله قوي انا مش لاحق اقراها، بس هنجمعها في الاخر زي ما فاتت كده. بالظبط، الله يفتح عليكم. حلو قوي. يبقى الساعه دي كلها احنا كنا بنحكي في ايه؟ في حاجه واحده، في افكارنا. لان افكارنا هي اللي بتخلي فيه حديث ذاتي، الحديث الذاتي ده هو اللي بيخلينا نكون صوره عن نفسنا. ايه علاقه ده يا دكتور عواره بقى باللي احنا بدأناه المره اللي فاتت ده؟ طب الحمد لله، فهذا رزق المستمع. طيب ايه علاقه ده بكلام السيشن اللي فات بتاعه الوعي الذاتي لا ده هو ده. عدى ساعه امتى؟ عدى ساعه فعلا. في سطر واحد. لو انت ممل يا راجل، ساعه بتشرح في سطر. اوقات في حاجات ما ينفعش تتكتب في بوستس، لو كتبت في بوست تفسد، يا اما تتفهم غلط يا اما تتفهم مش كامله. فيعني ربنا يكرم. طيب يا رب دايما. فاحنا كده كنا بنحكي عن السيلف اويرنس، وقلنا اول خطوات وعي بنفسي انه انا اعرف الاضلاع اللي اتكلمنا عنها، الكارير بروفايل بتاعي والحاجات اللي كانت ليها علاقه بالحياه التجاريه والمهنيه، بما ان ده تخصصنا يعني. بس النهارده احنا بنتعمق اكتر في السيلف، في البني ادم ده كبني ادم ككتله كده ربنا خالقها، بيلعب ادوار مختلفه من حياته. لو الجذر مخوخ الشجره بايظه، فانا بظبط السياق الاساسي واتحرك براحتك بقى. كنت اب، كنت ام، كنت زوج، كنت عم، كنت خال، كنت موظف، كنت فريلانسر، مش يعني هتشتغل. بس انا هنا بتكلم عن الكور، الاساس من جوه. ربنا يكرمك، ده شرف لينا والله. فده ايه؟ ده الكور بتاع البني ادم، الوتد كده اللي جوه. طيب يبقى احنا كده دخلنا في نديب قوي في البني ادم ده، وخدنا فكره افكاره ومعتقداته، وقسمنا البليف لليميتنج بليفز بتعطلنا وبتعرقلنا بسبب الحديث الذاتي السيء بتاع زمان، وعايزين نحوله لامباورنج بليفز او معتقدات تدفعنا للامام. فقعدنا نشوف ايه اللي في الباترن نقدر نغيره، البوابه نترجمها ازاي، افكارنا، صورتنا الذهنيه، بنتكلم مع نفسنا ازاي في السيلف توك، بنرد نقول ايه، بنسال ازاي، الكلام ده كله. ومحتاجك تبقى عارف ان هي مصل، عضله، بالبراكتسنج بتنمو وبتنشف وبتكبر، مش وان كليك. مفيش اللي هو دوس على الزرار انا بقيت واعي، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. هي ongoing process ما حييت لحد ما تقابل وجه كريم. طيب بعد ما عرفت الصورة الذهنية او البرسبشن او اللي انا بشوفه عن نفسي من جوه، هيفيد بايه بقى بره؟ يعني انا خلاص كل مره كده بنجيب حاجه من جوه ونرفلكت على الواقع، انا هستفيد ايه؟ او يعني لاي مدى الكلام ده هيفرق معايا في حياتي؟ يعني عد معايا. تعال نبداها
بالشمسيه الاكبر، الايدنتيتي، الهويه. البيرسونال براند او الهويه اللي انت بتقرر تتحكم في بنائها، اول كلمه فيها بنقولها البرسبشن، الادراك. الناس شايفاك ازاي؟ طب تخيل معايا، انا شايف نفسي لا اصلح، انسان مش مفيد، بغرق في شبر ميه، عديم الشخصيه، ما بنجحش في حاجه، كل الاحاديث اللي جوايا مهببه، انا اصلا مش فالح، ما كان غيري عمل، وانا يعني اللي هغير البشريه. لما اجي اترجم شخصيتي للعامه، هقول لهم يا جماعه حطوني في بيرسبشن عامل ازاي؟ منيل بستين نيله، منيل. ما هو انا ازاي هبيع حاجه مش موجوده وعايز الناس تصدقها؟ ازاي؟ فبسم الله كده، لو السيلف بيرسبشن وصورتي الذاتيه عن نفسي كويسه، هتتباع كويسه، جيده هتتباع جيده، احترافيه هتتباع احترافيه، مخوخه، مشتته، هتتباع زي ما انت شايفها بالظبط، بل الناس بتجود، بتحب تحط البهارات. فانا ابقى الشخص اللي احب انه يتشاف، يبقى ابدا من جوه، يبقى انا اعمل الاول الميرورنج اكتيفيتي دي، نظريه المرآة عليا، وابص لي كده، هو الشخص ده احبه يتباع كده ولا في حاجات محتاجه تتظبط؟ واتقبل الديفوهات عادي جدا، وانا بشتغل عليها، انا بني ادم يا جماعه، بس انا هقول ايه عن نفسي؟ يعني انا لما الناس تيجي تحطني في قوس، هتقول ايه اذا كنت انا اصلا مش شاري؟ مين اللي هيشتري؟ طيب، لا، انا عارف دي حياتنا كلها يا كريم باشا، مش حياتك انت بس. من ضمن تفاسير ان الشيطان يعادكم الفقر هو ده. الفقر مش بس فلوس، الفقر في كل حاجه، انك مش هتنفع، ان الناس شايفاك ضئيل، انك قليل، انك ما ينفعش تتكلم، انك انت مين عشان تتكلم، انت ماشي تنصح، انت بتاع ذنوب، انت بتاع معاصي، انت ما جيتش ليه؟ يقعد مكانك. انت هتقعد بقى تعمل كونتنت ومحتوى وتعلم وتتكلم وتطلع؟ لا، سيب الدنيا بايظه، سيب الناس في غفله، سيب الناس ما تعيش ربنا، سيب الناس ما تعبدش، سيب الناس ما تصليش، سيب الناس لك ايه ده؟ انت مرائي. ايه النفاق ده يا شيخ؟ راح تقول للناس اتبرعوا وصلوا واعملوا وانت لسه كنت مالكش دعوه. انا واحد انسان فيا العبر، انا هعمل حاجه لعل ينال بها شفاعه. الحديث ده لوحده محتاج قوه، محتاج وعي. هي الكلام اللي بيترمى ده جه منين؟ اتساقوا معايا لاي مدى؟ فده رقم واحد، ان في الهويه، ان البرسبشن اللي هبيعه ما ينفعش ابيعه غير لما انا اكون اشتريته الاول، انا اول زبون لسلعتي، فلما اشتريها هعرف ابيعها. رقم اتنين، العلاقات. اهو ده برسبشن، ده برسبشن، ده كلام مش موجود اصلا. يس، انا اول زبون لسلعتي بالظبط. رقم اتنين، العلاقات. بالله عليك يا اخي، كلنا بنسعى، احنا عايزين صحبه صالحه، عايزين صحبه واعيه، عايزين صحبه تقيه حلوه كده من اللي هي بتنور وتدخل الجنه دي. جميل قوي، جميل. انت، هتكلم عن نفسي، انا اعد من الصحبه الصالحه، اعد من اللي بيحسبوني على خير، اعد من اللي فالح؟ لا. امال انت عايز ايه؟ يعني فهمني بالراحه. انا، هي زبيده الصاوي، شكلها مصريه، لا طالما الصاوي ان شاء الله تبقى تبعنا. يعني حضرتك عايز صحبه صالحه، ما هي دي مش هنجيبها في كيس قلب، يعني مش هنطلبها من انستا شوب هتجيلك ديليفري على البيت، مش هينفع. لا، احنا بنعمل حاجات عشان لما نتشاف الناس ما تترجمنيش ابتلاء، تترجمني صحبه ما هو بص، ربنا عدل، ساعات بيبلي ناس بالناس في حياتهم عشان يزكيهم لطريقهم، والناس ارزاق، ربنا بيحطنا في طريق بعض عشان نكمل رحلتنا في ربنا. ايه هيخلي واحد منال الدنيا، سوداوي، سلبي، كلامه منيل، صورته الذاتيه متكسره، بيكسر في مقاديف البشريه، كلامه سلبي،
ربنا يجيبه يحطه في طريق واحد بيذاكر وبيجتهد وبينمو؟ لا، ما ربنا عادل يا جماعه، مش هيعمل كده فيه ليه؟ الا لو هو رايد بيه ابتلاء ما، وده ربنا رحلته مع ربنا. بتكلم على القصه العامه، ربنا هيبتليه ببعض؟ لا، فربنا هيهديه، جاي من هديه، جفت يعني، هيهديه واحد شبهه يكملوا السكه. فالسؤال بقى، هو انا لما بقعد مع نفسي كده مش طايق نفسي 5 دقايق، لما اروح اعمل علاقه مع حد هيطيقني 10 دقايق؟ هاو كم؟ اقنعني. ده انا مش قادر اتكلم 5 دقايق بهرب، مين هيستحملني 7 دقايق؟ فرقم واحد كده انا ما اشتريتش، فان قدامي مش هيشتري في الهويه. رقم 2 في العلاقات، هل انا الشخص اللي ينفع اتصاحب؟ يعني انا لو صاحب هصاحبني ولا هتبرى مني؟ ولا اروح اقول له يا ويلتى لم اتخذ فلانا خليلا، يا رايي يا ريتني ما عرفته، ده كان نصيبه سودة. فقال لك حتى دي كمان ليها ستاندرد، ليها شويه كرايتيريا كده. اكون انا الصاحب اللي احب انه يتصاحب، قال لك حاجه من 3: في صحبه نيوترال، وفي صحبه بوزيتيف، وفي صحبه نيجاتيف، متعادله، سلبيه، ايجابيه. انا الشخص، انا هنا مش بتكلم مع حد بره يا جماعه، انا كل جلساتنا مع بعض اويرنس سيلف ليا، فانا هعمل ده الاول ليا، بقى ان شاء الله الحياه كلها تبقى كويسه، ماليش دعوه، انا بتكلم عني، انا هسال عني انا. فقال لك والله 1 من 3: في صحبه، في صديق بقى اللي هو انا سلبي، يعني اللي يقعد معايا يطلع ناقص بالماينس، ذنوب، ياخد اسم، ياخد كلام سلبي، فتور، ينخ، يضعف، يكسل، يحبط. ودي حياتنا كلها مليانه ناس عامله كده. هل انت تحب تبقى ده؟ ما هو انت اكيد هتبقى ده لو صورتك الذاتيه وحديثك الذاتي كان اللي فات. ما انت المكنه حطيت لها جرجير، هتطلع لك عصير مانجا، هتطلع لك جرجير، معروف اهي. طيب، فده رقم 1: صديق سلبي، وده بلاش منه، بلاش تبقى انت. رقم 2: ايجابي، والله ده حاجه حلوه جدا، طاعه، اجر، ثواب، يحسك تذاكر، تشتغل، تاخد كورسز، ديفلوبمنت، اقعد مع حد يستشيره، مش عارف ايه، بيخليك احسن. وده يا ريت تبقى هو انت. النوع الثالث بقى ده، وده تهرب منه، النيوترال. يعني ايه نيوترال؟ يعني لا ده ولا ده، وده كارثه. لان السلبي باين ده سلبي، الايجابي باين الله ده جميل. النيوترال ده بيوهمك ان انت تمام، بس انت لا بتطلع ولا بتنزل، انت واقف مكانك. ده اشر نوع منهم، لانك عمرك ما هتهرب منه، لانك متخيل ان هو هيلثي. لا، زي عارف انت المباحات، زي المباحات كده، ما هي في مباحات بنمنع ان احنا نزودها عشان ما تجيش على الطاعات، على الاوامر والفروض. نفس الكلام، هيقعدك انت تمام، انت وحش خرابي، انت فظيع، ده انا ما شفتش حد في اصحابي كده، والله حلو ده، بس انت اكشلي ما حصلكش حاجه، انت زي ما انت، يعني انت ما رحتش في حته، او انت زي هو عشان كده، فهو مخليك القطبين نيوترال، بيخدرني، انالجيتك، بالظبط كده، هو مخدر. يبقى انا اسال نفسي سؤال بعد الهويه والبرسبشن: العلاقه، انا عايزني ابقى صديق ايه؟ نيجاتيف ولا بوزيتيف ولا نيوترال؟ يا ربنا يجعلنا كلنا حاملي المسك، يعني مش نافخ الكير. فده رقم 2، يبقى الهويه، العلاقات. رقم 3، ربنا يعلمنا جميعا يا كريم باشا. رقم 3: الكارير. الكارير بس. ايه بقى قصه الكارير وعلاقتها بالسيلف توك او الحديث الذاتي؟ احد اهم محطات الكارير كوتشنج اللي بنتخذها مع العملاء هي مرحله اسمها الكارير اوبشنز اكسبلوريشن، استكشاف الخيارات المهنيه. فاسال، بقول لك ايه، هو انت شايف اللي انت كاتبه ده او اللي انت جبته من السيرش ده
ليه شايفه ينفع لك؟ يقول لا والله مش انا، بابا اللي كان بيقول لي، ماما اللي كان، عم، اخويا، اختي، مراتي، ابني. لكن انا والله ما اعرفش، هم بيقولوا ان انا، لكن انا ازاي؟ فهمني يعني ازاي هم شايفينك في اللي كاتبه ده شاطر وانت بتقول يعني اصدق مين، ماما ولا انت؟ فيقول لي بصراحه مش عارف. طب انت كاتبها ليه؟ اصل هم قالوا لي ان انت كويس. طب وبعدين؟ بلاش دي. والله انا لقيت اوفر مكتوب عايز كذا كذا كذا، فبصراحه خفت اقدم. حلو. ليه؟ ما مش حاسسني. جميل. يعني ايه مش حاسسني؟ يعني لو انا قدمت هترفض. ليه هتترفض؟ عشان مش جاهز. هم ايه اللي هم عاوزينه فانت مش جاهز له؟ عاوزين كوميونيكيشن سكيلز، اي اي، بروجرامينج، تيلي سيلز، بتنجان، مش 6 حاجات كده هم عايزينها. لا طب حلو، ده انت عملت الهوم ورك، ايوه ما انا عارف. طيب كم من ال6 عندك؟ هم ال6. يعني انت عندك 6؟ ايوه عندي كوميونيكيشن وعندي اي اي وعندي واخد كورسات وسيرتيفيكت والسي في اهو. تمام. ما قدمتش ليه بقى؟ اصل خايف. خايف ليه؟ خايف ما تقبلش. ليش ليه؟ عشان مش جاهز. ودواخين يا رمانة، دواخين بيقول الجمله وعكسها. ليه؟ عشان الكلام ده كان جواه، كان جوه وهو بيملى الفورم او بيملى الابلكيشن. فطبيعي جدا لما يجي يسال نفسه انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ شيل ايدك، سي في مين يا بابا؟ هم هيقبلوك؟ حد زيك هيقبلوه ليه؟ ده في 7000 واحد متقدم للوظيفه اصلا، انت بتاع ايه انت تقدم؟ بعدين انت اصلا ده 7000. اقعد يا عم ساكت. طب ما احنا بنتكلم منطقي يا حبيبي، مش انت بتقول انا مش جاهز؟ ايوه. مش انت بتقول ان هم عاوزين 6 مهارات؟ ايوه. وال6 مهارات دول عندك؟ ايوه. هو انت ايه تعريف الجاهزيه بالنسبه لك؟ ان انا ابقى يقعد بقى يقول حاجات مش ممسوكه. فرخبت سؤال تاني حلو، انك تبقى اجمد. ممكن تديفاين الجمدان؟ يعني لما هتبقى عامل ازاي هتبقى اسمك جامد فتقدم. يروح سايب القلم، باصص لفوق، صوت صرصور الحقل. يعني بعد كام كيلو علم يعني؟ طب بعد كام الف مهاره؟ طب بعد كام سنه؟ يقول لي معرفش. يبقى ولا هتعرف، لان صورته عن نفسه متغنى بطين. يعني هيجيبها منين دي؟ لدرجه انه بينكرها وبيستنكرها وما بيصدقهاش لما بتتقال له من بره. لا انت اكيد بس مش شايف كويس. مش شايف ايه يا حبيبي؟ ما هو مش الشغلانه دي تايتل وديسكريبشن؟ الديسكريبشن ده ريسبونسبيلتي وديوتيز وكواليفيكيشنز، ايوه. وهي عندك انا محتاج ايه تاني؟ يعني انا قول لي محتاج ايه تاني؟ يبقى بياخد الخطوه وهو عارف اللي هو ايه، رجله قدام ورجله ورا. يبقى الاقيه بعد 4 5 الحق يا دكتور عواره الابلكيشن اتقبل وسكند انترفيو بعد بكره. ده الواحد كان عبيط قوي وساذج قوي طب كويس والله ان انت قلت اهو. هل بيتعظ 3 4 سنين يدخل على شغلانه جديده يعمل نفس البروسيسز؟ لان السيلف توك ما اتغيرش، ما اشتغلش على المنبت زي ما قلنا المره اللي فاتت، اشتغل على اللي بره. طب ما انت ارجع بقى فلاش باك فاساله، اقول له عدي لي 3 مواقف في حياتك المهنيه قبل كده عشت فيهم نفس التجربه والنتيجه كانت عكس ما انت متوقع. يبقى بربنت يدي لي 7 تجارب، اكتبهم، يبص لهم، تصدق صح؟ ما هو الكلام والله الانسان ده غريب. هو انا الكلام ده جبته من عندي؟ ما هو من عندك انت، من عندك ما شحتوش والله. يبقى دول نكتفي النهارده بال3 دول ونكمل في المرات اللي جايه. البيرسونال براند والبرسبشن، صورتي الذاتيه، انا اللي اول زبون لمنتجي او لسلعتي. رقم 2 العلاقات، انا نيجاتيف ولا بوزيتيف ولا نيوترال، واوعاك من النيوترال تبقى انت او تصاحبه. رقم 3 الكارير، الشغلانات اللي انت بتشتغلها بيزد اون السيلف توك او الحديث الذاتي. هختم لك بمعيار كده، هديك عنه هنت، والمره الجايه نتكلم فيه اكتر، او يعني ايه اسمه ايه ده، نتعمق فيه اكتر يعني.
وبعدين اخد اسئلتكم، او اخد قصدي يعني مشاركاتكم. بسم الله. في دايما في حاجه، في علم اسمه البوزيتيف سايكولوجي، علم النفس الايجابي. في واحد جورو في الحته دي اسمه مارتن سليجمان، الراجل ده جامد قوي ومعروف قوي في الحته بتاعت البوزيتيف سايكولوجي دي. محمد حجازي مصري، تعالى. الراجل ده لم اللي انا قلته، او يعني هو ثلاثه، انا قلت ثلاثه فاضل لسه، لم اللي انا قلته ده في موديل جميل قوي وسماه البيرما موديل. بيرما، BERMA. ده معيار جميل قوي بنلخص بيه شويه حاجات في الويل بينج، في العافيه. عارف انت انسان شكله حلو، انسان فلوريشد، منور، مزدهر. اول حاجه وهي البوزيتيف ايموشنز، المشاعر الايجابيه، واثبتت انها بتخلق، يعني تقدر تكرييت بوزيتيف ايموشنز. بالمناسبه يعني ده لدرجه ان هو بس على الهامش كده، ولما ربنا يدينا الاذن بقى نتكلم فيها في التفصيل، قال لك ان انت لو قاعد ساكت كده وعملت بقك كده كابتسامه، ده ادى اشاره لمخك انك بتضحك، فالبادي لانجوج ومشاعرك بقت احسن. انت ده مش هتمسكه تلامس طفيف، بس ده بيحصل. فده البوزيتيف ايموشنز، المشاعر الايجابيه. الاي الانجيجمنت مع السوشيال، العلاقات اللي احنا لسه قايلينها، كونكشنز ايجابيه وناس هيلثي وتديك للامام. الانجيجمنت تودي ريليشنز علاقات، يبقى BER بوزيتيف ايموشنز، انجيجمنت، ريليشن شيبس. مينينج معنى. فاكر لما كنت بقول لك المره اللي فاتت في الكارير بروفايل واحنا بنعمل اويرنس، بنعمل حاجه اسمها لايف بيربس اباف سيلف. ايه معنى من اللي انت بتعمله ده؟ اي حاجه فيها معنى بتطول. اي حاجه معموله علشان قالوا لي اهواء ترند بتتقتل، حتى لو الحاجه دي صغيره، حتى لو الحاجه دي مش باينه، فيها مينينج، فيها بيربس، فيها باشن، فيها رضا، فيها فولفيلمنت، فيها ان انا ببقى متسق وانا بعمل الحاجه دي. اتس ا مينينج. اخر حاجه وهي الاتشيفمنت، الانجاز. عملت بيبي ستيب وحققتها. جول، بيبي ستيب، اتشيفمنت، انجاز، شهاده، كورس، سيشن، لايف، كتاب، ايا كان. فقال لك ان السيركل دي بتفضل تروح وتيجي. فالاتشيفمنت هيبعث لك بوزيتيف ايموشنز، هتبقى محفز تانجيج بيها مع الريليشنز بتاعتك، فده هيدي لك معنى ان انت بتاد فاليو للبشريه وتترك اثر، فهيخليك تعمل مور اند مور اتشيفمنت، بوزيتيف ايموشنز، انجيجمنت، ريليشن شيبس، مينينج، اتشيفمنت، بوزيتيف ايموشنز، انجيجمنت، وهكذا. فالبيرما موديل ده موديل مفهوم جدا ومعروف جدا في الويل بينج لواحد اسمه مارتن سليجمان. ده واحد من المعايير المهمه جدا اللي بنبني عليها مش بس سيلف اويرنس، 700 الف حاجه في وعيك بنفسك، في الايموشنال انتليجنس، علاقتك وذكائك العاطفي، في السوشيال انتليجنس، في ذكائك الاجتماعي، في معاملتك لنفسك، في السيلف توك، في المايند سيت. كل ده بيفرق معانا حسب ما قال راجل المحترم اللي هو مارتن سليجمان في البيرما موديل. فهذا والله اعلم كان حديثنا النهارده عن تاني ستيب في سيت ذا مايند سيت، او في رحلتك لبناء عقليه مزهره مبنيه على وعي ذاتي، علشان تقدر تاخد قرار مهني وقرار تجاري مبني على وعي. معانا ربع ساعه كده ولا ثلث ساعه هناخد فيها شويه اسئله. اللي عنده اي سؤال يرفع ايديه على ما اقرا الكلام الجميل ده. حلو جدا، بالظبط جدا. ابقى نجيب من فوق عشان في كلام كان حلو قوي فاتني بصراحه. آه كلام كتير قوي بصراحه وكله حلو.
جماعة اللي عنده حاجة أنا ما خدتش بالي منها وكان بيسأل فيها ممكن يكتبها تاني أو يرفع. أحمد الشاويش. مساء الفل. هو مساء الجمال. ازيك يا باشا؟ الحمد لله. مختلف شوية لأن تكوين المايند سيت عموما طريقة التفكير ليها أكتر من جنب. ممكن حضرتك شايف إيه أكتر حاجة كانت مؤثرة في إن هي تغير المايند سيت من نيجاتيف أو نيتشر لغاية إن هي تبقى بوزيتيف؟ يعني مثلا إن أنا كنت بقعد مع ناس كتير بتتصرف صح، كنت بسمع قصص لناس ناجحة، كنت أنا أقعد أتكلم مع نفسي وأحلل إن أنا أشوف إيه رد فعلي كان المفروض يبقى أحسن. طب كنت بقارن برد الفعل ولا كنت بقارن النتائج اللي أنا بتطلع عني من رد فعلي؟ طب كنت بشوف غير النتائج الحاجة اللي أنا كنت عايز أوصل لها إزاي؟ يعني يعتبر إيه أكتر حاجة أركز عليها في البروسيس بتحصل جوه عقلي عشان أطلع الأوتبوت اللي أنا عايزه؟ أكتر حاجة أركز عليها عشان أطلع اللي أنت عايزه. طب إيه هو اللي أنت عايزه؟ يعني فهمني أكتر. طيب اللي أنا عايزه إن أنا يعني مثلا إيه، أنا حاليا في حتة تكوين المايند سيت اللي تخلي الأمور اللي بتطلع من يعني مثلا هتوصلها برضه. ممكن ناخد سؤال تاني من حد تاني على ما أفهم أكتر السؤال وأخصصه. أوكي. هو مثلا ماشي ناخد سؤال تاني. بس أنا عايزك بس قبل ما نكمل ناخد سؤال تاني، أنت فهمت اللي حصل ده؟ أنا مش عارف أنا عايز إيه، فأنا هوصل لإيه إمتى؟ يعني أنا منتظر حاجة تطلع ومش عارفها، فهي لما تطلع هعرف منين هي ولا مش هي؟ فبالتالي كل حاجة هتبقى بتؤدي إلى روما. معرفش. فاهم قصدي؟ يعني تعالى أضرب لك مثال. لما كنا في ثالثة ثانوي، وهذا أزعم إنه يعني تيسير تام من ربنا، لأني وقتها لا كنت أفقه مايند سيت ولا يحزنون، هو كان رزق يعني، وأنا مسكت فيها بصراحة. يعني هو كان توفيق وسعي. كل صحابي وزمايلنا في الدراسة قرروا يروحوا عند مدرسين معينين كده، كانوا مشاهير ومعروفين، بابليك فيجر، سيلبرتيز، عارف؟ فلا، انا ما عجبنيش الحوار ده. انا اروح عند مدرسين انا عارفهم وبرتاح معاهم فيما كان قبل يعني. فرحت من ضمن الحاجات يعني ان انا كنت باخد عند ابله مس، كانت بتدرس لي احياء وجيولوجيا، ربنا يكرمها ويمسها بالخير مكان هي قاعده، يعني اسمها مس عتاب، وهنا انا بشكرها لان هي ربت فيا كتير الحقيقه. فيعني فكانوا ضحكوا عليا، انت رايح عند ابله مدرسه، مش الكلام بقى اللي انت عارفه بتاع الروشنه انت. فتمام، لحد شهر قبل الامتحانات بشهر ونص لقيت صف من اصدقائنا واقفين لها على الباب بره، بخبطوا عليها، احنا عايزين نراجع مع حضرتك. طردتهم. بتاع ان شاء الله انت تقعد فاشل طول السنه ومدرسك يلعب معاك، وتيجي بقى انا اشيل قرفك، ولو تسقط يبقى انا اللي سقطتك. انا ما بدرسش غير لاولادي 20 واحد دول بادئين معاهم السنه، اخلص معاهم السنه. انا هنا ادركت ان انا كنت ماشي صح. ده من ضمن يعني الساينز اللي انت بتسالني فيها، انت بتعرف منين. تاني ساين في النتائج، احنا كنا كتير، مين جاب ايه ومين راح فين. التنسيق ما كانش معيار، بس هو كان معيار المرحله، ان انت بتتوج اللي انت عملته بغض النظر عن التنسيق ده يدخلك جامعه خاصه، جامعه حكوميه، علوم، تجاره، اداب، وات ايفر، ماليش دعوه بالكليه، بتكلم على تقييم العقيم للي انت عملته بالارقام يعني. ادركت رقم 2 ان انا كنت صح لحد ما دخلت اولى كليه. فكان في قرار جميل قوي انه انا يعني مش محتاج ان انا
اكون ما يسمى بالصحاب دلوقتي. يعني أنا شايف ان دي حاجه يعني مش وقتها. وعشنا 6-7 سنين من الوحده المجتمعيه. طبعا هنا وحده مجتمعيه اقصد بمفهوم الصداقه اللي انت فاهمه، مش الزمايل والمعارف. احنا شغلنا كله فيه معارف، بس بتكلم على الاصدقاء، الصديق. وده كان قرار واعي، لا في بوردرز كده احنا هنحطها، مش عايزين حد يدخل هنا في حته، احنا كده كويسين. لحد ما بقيت نعمل سelection، يعني مين يدخل جوه ومين يطلع بره. هنا مش كبر ومش غرور، احتياجات. والله هذا القالب موجود، هيناسب احمد يرويلك، مش هتناسبه مش توبي. عارف انت الاكل ده ما بيحبنيش، الناس دي ما بتحبني، خلاص يعني ليك فول ريسبكت، بس في نطاق العام. فالبيلر او العامل بتاع ظهور الصداقات المختلفه في اوقات اللي انت بتدور عليها، لما طلعت في الوقت المناسب عرفت انت كنت بتفكر ازاي. فده كان رقم 3 من المعيار. ايه جودة الناس اللي على تليفونك؟ بس نظرتهم قد ايه؟ 6 سنين. فهل انت بقى الماتيريال اللي ربنا يسوق ليك الصحبة اللي تنفع تبقى صاحبها؟ ففي 6 سنين دول ما كانش فيه فيزيكال، بس كان فيه فيرتشوال. بودكاستات، سبيكرز معينة، بابليك فيجرز معينة، ترينرز معينين، كوتشز معينين. كل الناس دي كانت فولوينج. at the end we are friend، احنا اصحاب. طب ده جه امتى؟ لما عملناهم فيرتشوال، كنا بنذاكرهم بيحب ايه، بيكره ايه، الفاليوز بتاعته، معتقداته، خلفيته. فلما هتيجي تسلكت بقى، انا عايز اصاحب الشخص ده اللي انت قعدت 6 سنين تتفرج عليه، هيصاحبك ليه؟ ده بقى السؤال المهم. يعني ايه اللي هيتوسم فيه ليك ياخد من وقته ومن مجهوده ومن البيزنس بتاعه ومن محتواه ومن شهرته ومن معارفه ومن اهله ومن جيرانه ومن صحابه، ويقول انا راح اشرب كوبايه قهوه مع عواره ليه؟ فتقدر تقول ان كان باثر رجعي ربنا كان بيعد للسؤال ده اجابه خلال ال7 سنين اللي انت كنت مسميها ما فيهاش صحاب. بس انا راضي جدا، لان انت في الاخر انت معاك الناس اللي تحب لما تروح هناك تقول له ما تقولوش عليهم يا ويلتى لم اتخذ فلانا خليلا، بالعكس، ده الحمد لله ان دول كانوا صحابي. ده الحمد لله ان احنا قدرنا نحاول ناخد بايدين بعض لقدام. الحمد لله ان ده كان مصدر طاقه لكل حاجه كويسه. ده جه امتى؟ بعد 6-7 سنين انك بتدور على حاجه مش عارف لها مسمى، بس انت كنت بتتحضر. فلما الحاجه جت واضح كده ان دي نتاج اللي كان بيتعمل. كنت بقى واعي له ما كنتش واعي له، توفيق من ربنا، اجتهاد، سعي، بغض النظر عن المسمى. انا بكلمك على الميتريكس اللي انت قست عليه، اللي انت بتسالني فيه، اعرف منين الانبوتس هيطلع لي اوتبوتس. ده الانبوتس طلع صحبه، الانبوتس طلع مجموعه ثانويه عامه، الانبوتس طلع تريننج. دايما اللي هتدخله هتنتجه، بغض النظر عن وقته، ماهيته، اساسه، شكله، فين مع مين. بس النتاج طالما عدل هيجيب مخرج عدل. فانت هتقدر تقيس وقتها ايه اللي انت كنت بتديه عشان تطلعه. مش عارف انا جاوبتك على سؤالك ولا لا. يعتبر انا قعدت مع نفسي شويه كده فهمته دلوقتي. فهو وصلت سؤال، هو اللي انا بعمله وفاكر ان هو صح، اعرف منين اصلا ان هو لا ده مش صح، ده غلط، وان اللي قدامي بيعمله صح. حلو، هتديفاين الصح، هتعمل ديفينيشن للصح، لان ملوش تعريف. لكن هقول لك حرام وحلال له تعريف واحد. فصح انا بلبس بكم في الصيف، ده صح ولا غلط؟ انا حر. ممكن نقول ده صح وغلط، الانسب ومش شكرا. الموقف اللي انا بس فده عمرك ما هتلاقي اجابه بره احمد. انسب يبقى حط جنبها على طول انسب ليه، لمين؟ لبني ادم. مفيش حاجه اسمها انسب للحياه، مفيش كده، مفيش حاجه اسمها كده. فانت بتدور على سراب هو مش موجود اصلا، مش موجود. بس يا باشا احمد النحاس، اتفضل يا باشا. مساء الخير عليك، ازاي الدكتور وازاي الموجودين؟ زي الفل. هو انا كنت حابب اتكلم في نقطة ممكن تبان انها توها شوية،
خلينا اختصر موضوع صغير شويه بس عشان اوضح فكرتي قبل ما اتكلم. انا من النوع اللي لغايه فتره الكورونا عليا كنت بتعامل مع كتب اكتر واستمع لكتب اكتر. اعرف اقرا، فكنت بستمع لكتب عشان اخد محتواها، استفيد من محتواها باكبر قدر ممكن. ويعني حاولت ادور على الناس تعمل لي فلتريت للحوار ده. وصلت لواحد اسمه دوبامي كافين، ممكن حضرتك تسمع عنه. فانا كنت بتابع معاه كتب وكده يعني. الادراك اللي وصلت له ساعتها ان الشخص ده انا ما كنتش بتابعه عشان محتوى الكتب، هو انا كنت بتابعه عشان هو الفلتريت الاسلامي ليا للكتب دي ومنظورها. ان هو كان بيقول لي بمعتقداته وبديننا الناتج من المعلومه دي نفسها، لان الشخص ده في الاول وفي الاخر مش مسلم. ده خلاني بس ده انا كنت ساعتها لسه 16. كبرت مع الموضوع ده، ان انا مش هو مش غرور، بس انت في وضعيه انك كمنتاليتي مش هقول لك غرور تاني. انت في موضع معين تاني من اشخاص تاني، يعني انت في موضع مختلف اللي هو انت مش بتتقارن، انت ما انتش حد عارف يوصل لمعلومه عندك انت وهي مش عنده، تمام؟ في نفس العمر، انا كان في نفس الفئه السنيه. طبعا هو ده مع الايام في الجامعه الموضوع ده اتمحى، يعني شبه اقترب بسبب الايام اللي احنا فيها والمعلومات بقت اسهل بكتير. بس انا عندي مشكله لحد دلوقتي، هي خليني اقولها الادراك الوهمي. بمعنى بمعنى ان انا باجي اتعامل على المعلومه اللي هو انت عارفها، بس هو انت ما تعرفهاش. انت عارف انت مبدا المعرفه، المعرفه القليله بتساوي الثقه زايده، بعدين انت معرفه زايده بتقل الثقه عندك بتقل الثقه عندك شويه، بعدين معرفه كتيره لدرجه الحكمه. يس. المبدا ده انا حاسه بينطبق على الادراك برضه، اللي هو في الاول وفي الاخر الادراك برضه جزء من المعرفه الزياده، بس انت بتوظفها بشكل ما او باخر انك توصل لحاجه معينه انت عايزها، ده ادراكك الشخصي، او معلومه انت عايز توصلها لحد مثلا. انا حاسس ان انا في نقطه مش قادر، بلاش حاسس، انا في نقطه انا مش قادر احدد هي ايه، بس اللي انا عارفه ان انا في نقطه الادراك فيها هو شبه وهمي بجد، انا مش عارف اطلع منه. اللي هو انا عندي المعلومه مش كامله، بس ده مش قله ثقه، لا بالعكس، انا لو عندي معلومه حتى لو بنسبه صغيره بوصلها بشكل ما او باخر للي قدام، حتى لو مش عارف اوصلها فاعرف ان انا مانيش فاهمها ارجع اراجعها تاني. نفس مبدا اينشتاين، انا عارف ان انا بروح في كذا فكره بس انا بحاول اجمع الافكار يعني. ومبدا اينشتاين كان بيقول اللي هو انت لو جيت تقول حاجه ما عرفتش تشرحها واللي قدامك مش فاهمها فانت مش فاهمها، ده أنا بختصر يعني. فده المقصد يعني. النقطه دي اعرف اخرج منها ازاي وانا فين اصلا، يعني هو انا صح ولا غلط؟ حلو جدا. بص، كان الامام الشافعي لو انا فاكر صح يقول لك ايه: العلم بدون عمل تعطيل، والعمل بدون علم تضليل. مهاره العصر يا احمد مش السيلف ليرنينج، الستوب ليرنينج. وقف معلومات، كفايه معلومات، نفذ. مش معنى ان انت شفت المعلومه قبل كده ده معناه ان انت عارفها. انت قريت كتاب، انت شفت المعلومه، شفتها، فلما تخبط فيها تاني يس اي نو ات، انا عارفها. لا، انت مش عارفها، انت شفتها قبل كده. عارفها دي يعني عملت بيها ايه؟ والله المعلومه دي قريتها في كتاب كذا فعملت بيها كذا في البيزنس، جاب لي 1000 جنيه زياده. انت كده عارفها، طبقتها وطلعت قماش واختبرتها. لكن هل كل المعلومات اللي في القنوات اليوتيوب اللي انت قريتها ولا شفتها ولا سمعتها اتفعلت؟ لا، هي دي اكتيفيتد، فانت عمال تحط جنب اخواتها، تحط جنب اخواتها. فالمصطلح اللي انت قلته هو اكتر حاجه بتوصف وهم المعرفه. انا عارف، لا انت مش عارف، انت شفت الحاجات دي قبل كده. تعالى بقى فاليديت مصدر واحد من اللي انت اتعلمته او اللي انت قريته او اللي انت سمعته ملخصه، هتلاقي انه ايه ده انا طلعت ان انا مش عارف حاجه. يس، عشان كده ما كنت مستغرب وفهمت لما ليه عمر بن الخطاب كان بيحفظ ايه بايه عشان كان بيطبقها. انا مش هفهم حاجه، هشوف الكلام ده في الواقع ازاي. ما بقولكش ابقى الفاروق، بس اللي انت بتتعلمه ده كم في المية منه بيأكلك عيش؟ يعني كم في المية منه بتطبقه على الارض؟ ولكن
هل لازم كل معلومه تطبق؟ لا. ليه؟ لان احد اهم فوائد القرايه الابتيكس اللي انت بتاخدها في الانكونشس مايند. يعني انت دخلت كتاب 10 صفحات، المخ اللي دخل الكتاب ده مش هو اللي خرج من الكتاب ده. على نطاق الادراكي انت مخك اتغير، اتعمل شانكينج جديده ووايرنج جديد وربط جديد على نطاق النيورونز والخلايا العصبيه. لكن انا بتكلم على الحته البراكتيكاليتي اللي انت بتسال فيها بقى، هو انا هطبق كام في المية منه؟ فحتى لو ما طبقتش انت ربط مخك نفسه نضج، يعني الماتيوريتي بتاعته زادت، النيورو الاستيستي بتاعته كبرت، الميموري بتاعه زاد، لان الهارد ديسك انت عمال تديله فعمال بيكبر، عمال يتوسع، عمال يجيب لك افكار. دور ايه بقى؟ امبلمنت. كفايه افكار، كفايه مدخلات، تعال ناكل عيش باللي جوه. فلما حضرتك تيجي تنفذ حاجه ومخك يجي يريكول معلومه هتجد صعوبه جدا. انا شفت البتاع دي قبل كده، بس هيديك طفيف منها. لو رجعت لها بقى قريتها ونفذتها عمرك ما هتنساها. فمن 1000 معلومه انا جبت معلومه طبقتها. تعال بقى نروح للمعلومه رقم 2، 100 200 500 لحد ما نوصل لل1000. فانا ما عنديش مشكله جدا في الانتكس، دخل، بس لو وصلت في مرحله انها تعمل لك باراليسيز وقف مدخلات، ابدا بقى خرج واعمل اوتبوتس. اديك حاجه غششك بيها ويعني سر محدش يعرفه، طبعا كده كل العالم يعرفه فمش مشكله يعني. واحده من اهم اهداف ان انا بعمل اللايفز والورك شوبس والويبينارز الصغيره الحته اللي انت بتتكلم فيها دي. انا لما بحس ان مخي جاله تخمه بخرج، لازم اطلع اتكلم، انا هموت، لان الحاجات اللي جوه دي عامله ضباب، انا مش عارف ادخل حاجه تانية، ما انا عايز اقرا كتب تانية وعايز احقق حاجات تانية وعايز اتشيف. فمن ضمن الاستراتيجي بتاعتي ايه؟ ان انا بدل ما اخرج في نوت، طب ما انا اخرج في سيشن بعمل منها بيزنس، بعمل منها امباكت، بسيب بيها رساله، بترك بيها اثر، بكبر الشغل بتاعي، ببيع بيها انباوند، بشوف الاكسبانشن بتاعي، باخد ماركت شير اعلى وبنستفاد ومخي بيهدى. ففكر فيها بالشكل ده، ان مخك مش زي ما قريت، زي ما يعني مش قبل زي بعد. رقم 2 كام في المية من المخرجات هتطبقها. رقم 3 ستوب ليرن عشان تنفذ اللي انت دخلته بالفعل. هذا والله اعلم. يعني بكل بساطة إن الموضوع كله مقتصر، مش عارف، الموضوع كله مقتصر إن هي في بعض الحاجات البسيطة اللي أنا تجاهلتها فأتجاهل هنا. يعني هو وهم إدراكه، بمعنى إن أنا ممكن أكون مختار القشور اللي أنا متعلمها، في الأول وفي الآخر قشور. بس كده. هديك دي بقى فين بقى؟ يعني انا بعرف شيء عن كل شيء، هقرر بقى اعرف كل شيء عن انهي شيء، عن ده خده لاخره. يعني حتى في القراءات ليها انواع، في قراءه التجارب، كل حاجه، على العلاقات، على التجارب، على الكتب، على البيزنس، على الكارير، على كل حاجه. في واحد انا بتعلم اي بتعلم ماشين ليرنينج، بتعلم اي او تي، بتعلم فرونت، بقرا بعرف معلومه، بس انا متخصص في الليرنينج اصلا، فانا باخد كل ده عشان اشوف ال ام اس بيشتغل ازاي. هي الناس اللي بتعمل ويب سايتس للكورسات والبرامج التعليميه دي بتدرس ايه؟ ده فور نوليدج. لكن انا شغال ايه؟ انا ترينر. اوعى تنسى الاصل. بس انا بجمع معلومات. هل ده معناه ان انا اروح احضر دكتوراه؟ لا. هروح اجيب كتب؟ لا برضو، دي ثقافه عامه. فانا مش هروح اجيب 1000 كتاب في البرمجه، هجيب فيديو يفهمني هو ال ام اس ده بيتكون من ايه. فهمت. عشان بس ابقى ترينر والناس بتحاسبني، ابقى عارف هو الراجل بتاع الشركه ده لما جه اعمل ويب سايت كان بيحاسبني على ايه، يعني ايه فيتشرز، ويعني ايه بوتومز، ويعني ايه بلجنز، الحاجات دي يعني ايه، يعني ايه فرونت اند، ويعني ايه باك اند، ويعني ايه فلاتر، ويعني ايه اكسبيرينس، ويعني ايه يو اكس، ويعني ايه اي. انا بعرف، مش هذاكر وادرس خلاص مرحلتها خلصت. دي كانت معلومات. امتى هقدر ارجع لها؟ لما عاوز اتعمق في حته مش فاهمها قوي، هروح داخل اليو اكس، انا عايز الحته دي واجيب منها معلومه. لكن انت بتسيب نفسك للمصادر تاخدك وتوديك، انا مش عارف انا رايح فين. ما هو دي بقى المشكله. فستوب ليرنينج، واقف تعلم، طبق. شكرا حبيبي. شكرا جدا حبيبي. المبدأ ده لسه مجاوبه تلقائي النهارده في انترفيو. عرفت بالإجراءات طبعا مش انا بس. عارف يا احمد الجمله الشهيره اللي انا بقولها دايما في وراني التدريبيه، لو انتوا يعني فاكرينها، لما بقول لكم اي سلايد انت عارفها ركز فيها اكبر بكتير من السلايد اللي انت مش عارفها. لو انتوا فاكرين السلايد دي، الجمله دي دايما بقولها. احنا مشكلتنا مع اللي احنا عارفينه مش مع الجديد. كده كده مخك اليرتد مع الجديد، بس هو مع القديم متوهم ان انا عارف، بيفكس. عايزين سؤال كمان؟
مين عنده سؤال كمان؟ نقول ايه يا دكتور لحد بيعاني من الاكتناز القهري بيقعد يحمل كتب مجلات لو عندي مشكلة مع التشخيص حضرتك هل اللي شخصك التشخيص ده دكتور طبيب دارس ام من كيستك؟ فده رقم 1. رقم 2 لو دكتور طبيب دارس هو اللي شخصك فانت محتاج تروح لمعالج يصلح لك الباترن ده، لان ده كده محتاج مساعده من متخصص. اما لو كانت من كيستك فالموضوع ببساطه اللي انا لسه قايله لاحمد ستوب ليرنينج. ده مش التنسق القهري، ده فومو. انا فايتني حاجه، ما هو هيفضل دايما فايتك حاجه، ما انا عارف. انا وانا بتكلم حالا فايتني حاجات كتير جدا صوت يعني طز عادي، انا عارف انه هيفوتني حاجات وفاتني وهيفضل يفوتني. يا جماعه والله احنا محتاجين نرجع نتقبل بشريتنا. we are human being، مش سوبرمان، مش خارقين، مش ملايكه، بني ادمين. اخرنا الاتنشن سبان اللي احنا بنلصمها عشان نقعد مع بعض ساعه نتكلم، ال 40 دقيقه فيديو، 50 ثانيه ريل. فان انت متوهم ان هيفوتك كتير، لا انا عارف ان هيفوتني كتير وانا قررت يفوتني. ليت ات جو. لكن في التحلي قبله التخلي، اسيب عشان اروح، لكن احنا عايزين نروح في كل حته، مفيش كلام ده. محمود دهب اتفضل يا صديقي. بسم الله. ايه الاخبار يا دكتور؟ احنا بخير في نعمة، انت بخير والله. قبل اي حاجه يا دكتور احب اشكر حضرتك جدا جدا على كم الاستفاده وكم المعلومات الستوري عند حضرتك وعلى الاكونت بتاع حضرتك ووقت حضرتك ده، احب اشكر حضرتك عليه. حبيبي. بص يا دكتور، هو يعني حته كده مش عارف اوصفها ازاي، ممكن الخصها بكام جمله كده اللي هي ايه يا دكتور. انا كنت مثلا ماشي مع الموجه زي ما بيقولوا، اللي هو ده كويس بيجيب فلوس وبروح اتعلمه شويه، لا ده كويس فنسيت ده واروح لده، لحد ما لقيتني انا دخلت في كميه مجالات يعني كتير جدا ما اتعلمتش اي حاجه خالص، ولا في ده ولا في ده ولا في ده ولا في ده، لحد ما حضرت لحضرتك منحه كده سيشن اوفلاين. انا خدت قلم على وشي اللي هو لا، انا رجعت بقى انا اشوف انا طب رجعت اشوف الاول انا مين، طيب عشان اشوف انا عايز ايه، طب انا عايز اعمل ايه، طب انا هدفي ايه، طب انا عايز احقق ايه، طب انا قبل كل ده بقى وقبل الدنيا دي كلها وقبل كل حاجه انا مين بقى. انا لحد دلوقتي الدنيا كلها يعتبر وقفت في وشي بقى، الدنيا كلها خلاص انا مش عارف احدد بقى انا مين عشان اشوف انا عايز ايه، او انا بناء على ايه اتعلم ايه او اخد ايه، او اروح اتعلم ايه عشان ابقى ايه، او انا الاول انا عايز ايه الاول يعني ايه. عارف بقى انا يعني الشعور وصل لحضرتك ولا لا؟ لا الشعور هناك، ده الشعور وصل من 4 سنين 6 7 سنين كده، مش بص انا ما بقتش عارف اعمل ايه والله يا دكتور، لحد انا خلاص انا سبت كل حاجه. يعني انا دلوقتي بقالي مثلا اكتر من اسبوع انا بس ما بعملش اي حاجه، انا قاعد في الاوضه بصحى بنام مش عارف انا اعمل ايه، مفيش حتى ولا بقيت اروح كليه ولا حتى كنت بفكر انزل شغل، خلاص الدنيا وقفت بقى مفيش. لما كنت بدرس تي او تي عشان ابقى ترينر، جينا انا وانا رايح التي او تي ده كنت اصلا شغال ترينر، بس كنت رايح اخد الموضوع بليفل بروفيشنال، انه خلاص ده هيبقى كارير بقى فلازم نحترم نفسنا ونصرف عليه ونتقي الله ونعرف اخلاقيات المهنه ونعرف كوميونتي وندخل في ناس بقى متخصصه. احنا كنا هاويين، لا احنا عايزين نبقى متخصصين. فانا رايح اصلا شغال فاهم يعني ايه تريننج وفاهم يعني ايه سبيتش وفاهم يعني ايه، فاهم لحد ما يعني كنت فاهم ان انا فاهم، دي حته مهمه جدا. فانا دخلت اول يوم اكتئبت، اللي هو انا مروح هو ايه ده. فانا اول ساعه عدت كنت متحمس جدا وجايب القهوه وجايب ميه، عارف انت بقى جايب جايب السندوتشات
اول يوم دراسه. فانا كنت قاعد مركز، يلا بقى قول. هي اول ساعه عدت، احنا كنا من 10 ل 8 او من 10 ل 6. هي الساعه جت 11 ونص، خدنا بريك الظهر، رجعنا. انا راسم 111، باصص للسبوره وباصص للسكرين، وانا بص، وانا إيه اللي جابني هنا؟ ما انا كنت تمام، كنا بنكسب مبسوطين جايب نفسي، يعني انا جاي ادفع فلوس اهزق نفسي؟ ما انا كنت تمام يا عم، ايه اللي جابني هنا؟ فانا روحت شايل طاجن ستي ومش قادر ومش طايق نفسي. طب انا هروح، ده لسه 8 ايام، كل يوم 8 ساعات. طيب نصبر. كنا جمعه وسبت وجمعه وسبت وهكذا. فجينا الجمعه خلصت، تاني يوم السبت الصبح، فقلت للكوتش بقول لك ايه، انا عايز اقول لك حاجه، انا بصراحه محبط جدا وحاسس ان انا جيت غلط. طب ليه؟ انا دلوقتي الحاله كانت كذا كذا كذا، وانا لما جيت كرهت حياتي. فابتسم قال لي هو انا ينفع ما اجاوبش؟ قلت له لا، تنفع ما اجاوبش ايه؟ ما انت هتجاوبني عشان يا اما همشي اخد فلوسي وامشي عشان نكمل، ما انا دافع رقم مش قليل، فايه ينفع ما تجاوبش؟ لا هتجاوب. طب معلش بس يعني، ولو ليك حاجه في الاخر فلوس خدها، مش هعمل ريفند توتالي للمبلغ، بس ما خلي اجابتي ما تبقاش النهارده، اجابتي هتبقى في اليوم الاخير. وانا هفضل قاعد 10 مرات او 8 مرات في 10 ساعات وانا دافع الفلوس دي كلها وبتست؟ فقلت له خلاص ماشي، طالما انت قلت لي توتال ريفند، ما طمنت فلوسي هترجع لي، يا خلاص يا عم عيش مع الموجه. فشال من عليا حمل ان انا خايف ما استفدش. تاني يوم موضوع اعمق، اغمق، اكتئاب ازيد، الاكتئاب كان بيزيد مع كل يوم. فمن ضمن تقسيمه الادي موديل بتاع التريننج ان هو في تايتلز مختلفه في مجال التريننج، ففي منهم تايتل اسمه الديزاينر اللي بيعمل محتوى، ومنهم الديفلوبر اللي بيديفلوب محتوى، وانالايزر. المهم في تايتل اسمه الفاسيليتيتور اللي هو الشخص اللي بيشرح البرامج التدريبيه، بيقف على الستيج والكلام ده كله اللي احنا بنعمله ايه. فهو قال ايه، كل واحد فيكم هيلاقي نوعه في يوم ما، كل يوم بتوبك. فان شاء الله بقى ايه، الديزاينر هيلاقي نفسه في يوم الديزايننج، الفاسيليتيتور هيلاقي نفسه في يوم الفاسيليتيتور، وهكذا. فانا بقى قاعد مستني ايه، مستني الفاسيليتيتور ده اليوم اللي انا هنبسط فيه. فقلت خلاص اعصر على نفسك ليمون واستنى لحد اليوم اللي هتشرح فيه فاسيليتيشن، ويا عم ايه، ادينا صابرين. انا عايز اقول لك ان هو اسوأ يوم في الثمانيه، اللي هو يعني احنا كنا بنشرح يا جماعه، والله ايه القرف ده. المهم خلصنا البروجرام واحنا رايحين ناخد السيرتيفيكت بقى، خلاص اخر 5 دقايق، عارف انت ايه، في الكيميكونو الحته الصغيره اللي تحت دي. قال لنا انا عايز اقول لكم حاجه لطيفه، كان عواره سالني بيها في الاول وانا حبيت اقولها بابليك لان كتير منكم هيبقى عنده نفس الشعور، بس ممكن يكون ما سالش، فخليني انا اجاوب في العامه يعني. قال انا بقالي 8 سنين بدرس الكلام ده، اتخرج من قدامي 40 50 دفعه، بتتكلم في 800 900 ترينر، فخليني بس اشارك معاك حاجه هتحتاجها لو انت حتى ما سالتش، حطها قدامك. قال لنا انتوا لما تطلعوا النهارده تتخرجوا وتاخدوا الباريه وتتصوروا وتنبسطوا وتروحوا البيت وتتغدوا وتناموا وتصحوا تاني يوم الصبح، هتاخدوا لكم 2 3 كده المكنه مش مزيته. هو احنا كنا بنعمل ايه؟ هو احنا كنا بنشتغل ازاي؟ هو ايه التريننج ده؟ يعني ايه كونتنت؟ يعني ايه اودينس؟ يعني ايه ليرنينج؟ عارف انت الاسئله دي هتاخد لك فيها 3 4 شهور مش فاهم حاجه ومتلخبط وتايه ومتسوح، وهتشك في نفسك وهتحس ان انت عايز تعمل شيفت، وانا اللي جابني هنا. كل الاسئله دي هتقعد معاك من 3 ل 4 شهور بالكتير، ممكن يقل شويه. بس اول ما ال4 شهور دول يعدوا هتلاقي نفسك استقمت وبدات تلمم شتات امورك، وتبدا تشوف الحاجات اللي فيها عبث وتوهان وتتلم، وهتبدا تعرف انت هتمشي على سكه التريننج ولا الفاسيليتيشن ولا الديزايننج ولا. بس اول ما اللقطه دي تيجي كلمني، يعني ابعت لي ابسطني كده وشاركني معاك، قول لي انا وصلت بالسلامه. وراح مخليني نكتب جواب كده، لا الجواب ده هنا هجيبه لكم المره اللي جايه، جواب كده في ورقه بيضاء، اكتب جواب لنفسك بعد 5 سنين في التريننج هتقول لنفسك ايه، واقفله وما تقراهوش تاني خالص دلوقتي. ده انت ساحر بقى، ده انت عارف اللي كمان طيب ماشي هنعمل كده. اقسم لك بربي اللي قاله اتعمل. انا قعدت 2 3 عارف انت متايس باصص كده، هو ايه يعني ايه تريننج؟ ما احنا كنا بنشرح، اجي افتح الباوربوينت وافتح التوبيك مش عارف احضر. ما احنا كنا ده احنا رحنا نتعلم عشان نبقى احسن، احنا وقعنا. 3 شهر لقيت واحده بتكلمني، عوره احنا كنا مع بعض في كورس من الكورسات، وانا عايز اكلمك تيجي معانا تشرح ايموشنال انتليجنس لاطفال عندهم 9 سنين في اكاديميه دكتور امير منير. قلت لها نعم، النمره غلط، دي مش السكه، مش ده اكيد مش ده مش انا.
لا عواره انت ايه؟ لا انت جاي يعني يوم ما نجرب لا يعني نجرب في حته عشان لو اتوكسنا ما يبقاش نتلم ده احنا جايين من حته وحشه خالص. لا انا واثقه شاطر وبتعرف تشرح وبتاع انت جايب الثقه دي منين؟ ماشي والله كويس، ده كويس. بس بص احنا هنجرب راوند دي اسبوع، لو الموضوع جاب همه هنشتغل، ما ايه هنمشي انسكات ومحدش عارف حاجه. قالت لي امين. اشتغلت معاهم 2.5 سنين، بعد كده سنه في الجامعه الكنديه. يعني لونج ستوري شورت، نرجع بقى للقصه اللي انا حكيتها لك دي عشان ايه لازمتها. المرحله اللي انت فيها دي يا احمد يا محمود، لو شلتني من المعادله ما كنتش قابلتني من 4-5 شهور انت كنت هتبقى تمام، مفيش اي حاجه، عادي الدنيا رايحه وجايه وامور طيب. المشكله فين بقى؟ ان احنا اتكلمنا، ان احنا شاركنا، ان احنا قلنا حاجات ما سمعتهاش قبل كده. فايه اللي حصل بقى؟ فانت معايا زي ما انا كنت مع الكوتش بتاعي. هو ده التريننج؟ ما الحاجه كانت سهله. قال لي كلمه واحده بس لما ما انا كلمته بقى بعد ده وحكيت له، ده قعدنا نضحك ضحك السنين يعني، لدرجه ان احنا دخلنا على جروب الكوميونتي وحكيت القصه، كان حوار يعني. قال لي عشان حاجه واحده بس، انت ما كنتش خايف وما كنتش متوتر وما كنتش قلقان، انت كنت مسؤول. انت بدات في لحظه الادراك تدرك اللي انت كنت فاكر انك مدركه، لكن اول ما الريسبونسابيلتي دي اتحطت في مكانها ودفعتك انك تحقق، قعدت اقول بقى خلاص بقى احنا دفعنا فلوس وتعلمنا، هنعمل ايه بالوعي الجديد ده؟ قست بقى ده يا احمد يا محمود على كل حاجه بعدها. ادخل اتعلم ايموشنال انتليجنس، ابقى قاعد اول يوم طور تايه في البرسيم، ما هوش فاهم اي حاجه. الاسبوع يخلص اتعودت بقت بلاده. وقت الادراك سبارك، هي بتبقى لمعه. التراكمات اللي بعدها انت عايز تختصرها زي الطفل اللي كان بيزحف وعايز يخش الجامعه، مش هينفع. محتاج يحترم الفتره بتاعت السحف، وبعد كده يسنن ويمشي يقع ويتخبط ويتحرك شويه، يحط صباعه في الفيشه ويرخم على بابا مامته ويشتموه يضربوه ويكبر ويقع، يخش مدرسه لحد الجامعه. بياخد كام؟ 20 سنه. انت عايز تخليهم 20 دقيقه، مش هينفع، مش هينفع. ففي رحله الوعي احترم البيبي ستيبس، في رحله الادراك احترم البيبي ستيبس، في رحله الكارير شيفت من حته لحته ومتلخبط احترم البيبي ستيبس، لان سنه ربنا في الكون التدرج، فواحده واحده. فاللي انت فيه ده فيري هيلثي وفيري نورمال وطبيعي جدا. اللي مش طبيعي ايه بقى؟ انك تيجنور او تسكيب، تهرب. مش هتعرف تهرب لان مخك اللي داقه مش هينفع يرجع للي قبل كده. فيا اما تتصاحب بقى معاه وتشوف هتعملوا ايه، يا اما تفضل في خناقه انا تايه وبص في السقف ومكتئب. ليه؟ عشان ادركت، عشان ادركت. لكن لو كان قبل كده انت كنت عايش كويس، انت كنت فله. ليه؟ عشان ما كنتش مدرك. ببساطه. يا رب اكون جاوبتك يعني بالستوري الجميله دي. مش عارف والله يا دكتور بغبان. هتعرف. هو تمام يعني، هو كل اللي حضرتك حكيته ده بالظبط هو بالظبط. بس احترم بقى الكرنت ستاتس دي، واحترم البيبي ستيبس، واحترم الخطوات، واطلق لها العنان. هنروح فين بقى؟ وهترجع تشاركنا لما المرحله دي تعدي، وهتقول اه والله كان صح. انا كنت بس مستعجل النتائج وعاوز الدنيا تطلع تيجي، وده طبعا مش لوجيك يعني. نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا. بتقول ايه؟ حسيت ان الدنيا وقفت، مش عارف ابدا ازاي او احاول يعني امشي مع المرحله دي ازاي يعني. صاحبها ما تعملهاش سكيب، ما تنكرهاش. طبيعي ده عادي، اللي انا فيه ده عادي جدا. هنعمل ايه بقى؟ عادي. اقوم من النوم الصبح وانا ملخبط عادي برضه. انا كنت لسه حكي مش فاكر كان في الفيديو بتاع هتلاقيه بترنج نبيتي كده، كنت بتكلم على فتره الكليه. اسمع الفيديو ده هيقول لك الحته دي. انت رايح مبلم ومش شايف قدامك وانت تايه عادي، بس احنا بنكمل احداث اخواتنا، وكنا بنموت وبنكمل عشان هي الحياه بتكمل. لكن بقى مكمل وانا عامل ازاي تبقى نتكلم فيها قدام، نتعلم منها ايه بقى، نهندلها ازاي. الاهم ان انا ابقى متسق وصاحبها، مش عاملها سكيب. اوعي انا مش نكري، انا مش طايق. هو مش هينفع. ما هو انت ما تروحش توعيها، ولما توعيها تهرب منها. طب انت وعيتنا ليه بقى؟ ما تسيبنا عايشين كده يا عم، ما تبقى عرفتنا ليه من الاول. فده طبيعي جدا، وهتيجي تشاركني زي ما بقول لك، وهتلاقي انه ده كان طبيعي.
طب سؤال اخير معلش يا دكتور، عارف كده رخم. لا يا باشا قول. دلوقتي يا دكتور يعني ايه المعايير اللي اختار عليها مثلا الشغلانه اللي انا عايز اللي هشتغلها في المستقبل، او بناء على ايه اتعلم مثلا مجال معين او اخش. اسمع اللايف اللي فات ده ساعة، اللايف اللي فات اللي هو بتاع ما قبل الهوية، اسمعه موجود على اليوتيوب دلوقتي، بس نزلناه مسجل. تمام. احترم بيبي ستيبس وتقبل حالك، الله يفتح عليك يا مروه، بالظبط كده. يعني اخيرا وليس اخيرا، ان شاء الله نتقابل على خير في سيت ذا مايند سيت الحلقه الثالثه. واكتبوا لنا يا جماعه تحبوا نتكلم في ايه، في السيلف اويرنس وفي المايند سيت وفي الكارير والبزنس، عشان يبقى المواضيع ريليتد وبتلمسكم، ما يكونش الكلام من كيساتي. وبس كده، اشوفكم على خير دايما، وان شاء الله الحلقه تنزل على يوتيوب، ودعواتكم ربنا يتقبل. اشوفكم على خير، السلام عليكم.